أدولف هتلر هو زعيم ألمانيا النازية ومؤسس الحزب النازي، وحكم ألمانيا في الفترة من 1933 إلى 1945 ميلاديا، وتم اختياره من بين 100 شخصية مؤثرة في تاريخ البشرية في القرن العشرين، وقد شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية، وسوف نناقش ذلك في الحلقة. ولد هتلر عام 1889 ميلاديا في بلدة برونو بالإمبراطورية النمساوية المجرية، وكان لديه 6 أخوات. عاش طفولة مضطربة حيث كان والده عنيفا في تعامله معه، وتعرض للضرب كثيرا في صغره، ولكن بالنسبة لوالدته كان يربطها به ارتباط عاطفي عميق. وبالنسبة للدراسة كان متعثرا فيها بسبب تمرده على أبيه الذي أراد أن يكون موظفا في الجمارك، ولكن هتلر كان يريد أن يكون رساما. وبعد وفاة والده ترك الدراسة، وكان مؤمن جدا بالقومية الألمانية ويبحث عن أسباب فشل النمسا في الدفاع عن ألمانيا أثناء الحرب الفرنسية الألمانية. واسم هادولف هتلر معناه الذئب النبيل الشجاع، وقد عرف هتلر باسم آدي بين المقربين من عائلته، وأشيع أنه من أصول يهودية، إلا أن هذه شائعة لأنه كان معاديا للساميين، وحاول خصومه إثبات أنه من أصول يهودية إلا أنهم فشلوا. وقد بدأ هتلر حياته عام 1905 في فيينا على منحة حكومية لعائلة الأيتام ودعم مادي من والدته، ولأنه كان يريد أن يكون رساما لم يتم قبوله في أكاديمية فنون الجميلة. وفي عام 1907 توفيت والدته وورث أموالا عن واحدة من عماته شق بها طريقه ليكون رسام، إلا أن الأموال كانت قد نفذت. وفي عام 1909 عاش في مأوى المشردين، ثم استقر في منزل يسكنه الفقراء من العمال عام 1910. وقد كتب هتلر كتاب كفاحي روى فيه كل قصته ومعاداته للسامية واليهودية، وكان متأثرا في ذلك بكتابات مارتن لوثر عن يهود. ثم استلم هتلر الجزء الأخير من ممتلكات والده عام 1913 لينتقل بعدها إلى ميونخ، وأصبح مهتما أكثر بالمعمار، وساعده انتقاله هذا على التهرب من أداء الخدمة العسكرية، لكنهم قبضوا عليه في ميونخ وقدم التماس بالاعتذار، إلى أنه تبين بعد فصله أنه غير لائق لأداء الخدمة العسكرية. ومع ذلك عندما دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى تقدم هتلر بالتماس لملك ألمانيا لودفيج الثالث وسمح له المشاركة في الحرب. وكان هتلر في بداية الأمر يخدم في فرنسا وبلجيكا مع الجيش البافاري الألماني، وترقى لرتبة وكيل عريف في الجيش، وعمل هتلر كرسول بين الجيوش، وكانت هذه الوظيفة من أخطر الوظائف. وشارك في عديد من المعارك أظهر فيها شجاعته، فتقلد وسامين على شجاعته واكتسب خبرات كثيرة من الحياة العسكرية، كما أن إعجابه بألمانيا سيطر عليه منذ فترة طويلة، وأصبح متحمسا للدفاع عن ألمانيا على الرغم من أنه لم يكن ألمانيا حتى 1932 ميلاديا. صدم هتلر من توقيع ألمانيا معاهدة السلام في 1918 على الرغم من سيطرة الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. وهذه المعاهدة التي سميت معاهدة فرساي أعادت الوجود لدولة بولندا، وحرمت ألمانيا من مناطق عديدة كانت تابعة لها، وهو الأمر الذي اعتبره الألمان إهانة لهم. واتخذ هتلر هذه المعاهدة فرصة للفوز بالسلطة هو النازيين، وعاد بناء ألمانيا من جديد، وتم إلقاء اللوم على الشعب اليهودي المنتشر في أنحاء العالم في هزيمة الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. وتم تعيين هتلر جاسوس للشرطة عام 1919 ميلاديا، وكان يحاول وقتها اختراق حزب العمال الألماني. فأثناء استكشافه للحزب تأثر بأفكار مؤسس الحزب المعادية للسامية والقومية، وكانت أفكاره تؤيد وجود حكومة قومية قوية. وكان هتلر لديه مهارات خطابية فانضم للحزب، وأصبح في عام 1921 يجيد فن الخطابة، فبدأ يلقي خطابات من الحشود الكبيرة ضد اليهود والماركسيين. واتخذ مدينة ميونخ مقرا للحزب، وبدأ يجذب مؤيدين له، وحاول قوات الحزب النازي لانقلاب الحكومة عام 1923 لكنهم فشلوا، وتم القبض على أدولف هتلر. وفي أثناء سجنه كتب كتابه واسمه كفاحي، وهو يجمع بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلي نظريات هتلر المعقبة النازية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك. وفي هذا الوقت كانت الأوضاع في ألمانيا كانت قد هدأت، وهذا يصعب مأمورية هتلر في إصالة الأوضاع، ولكن شعبية هتلر ازدادت بسبب اعتماده على عرض معاهدة فرساي وإنها إهانة للألمان. وبعد فشل الانقلاب الذي قاده هتلر انتهج استراتيجية الشرعية للقضاء على جمهورية فايمار التي كانت من مخالفات الحرب وتنصيب نفسه للقطار عن البلاد. فبعد إحكام سيطرته على السلطة السياسية بشكل كامل حاول كسب تأييد الجماهير لسياسته عن طريق إقناعهم بأنه من سينقذ ألمانيا من موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت العالم، فقضى على كل معارضيه. وبالفعل بدأ يتوسع في المجال الصناعي المدني ويطور ألمانيا ويعيد بنائها من جديد، كما ساهم في تصميم السيارة بشكل بسيط واسمها فولكس فاجن بيتل. وقد تولى هتلر السلطة في ألمانيا عام 1933، وبدأ يقوي علاقاته مع الدول الغنية بالمواد الخام مثل الصين وأيضا بولندا والتحالف مع إيطاليا، كل هذا قبل الحرب العالمية الثانية. ولكن هتلر أنهى تحالفه مع الصين عام 1938 ميلاديا وتحالف مع اليابان الأقوى، ولكن هذا التحالف جعل الصين تنهي علاقتها مع ألمانيا وحرم ألمانيا من المواد الخام، مما اضطر هتلر يضم النمسا لألمانيا، وتم هذا في 14 مارس 1938 ميلاديا.
ثم فكر في ضم إقليم السوديت في تشيكوسلوفاكيا. كل هذا بسبب أن بريطانيا اقترحت على هتلر قيام اتحاد دولي يهدف السيطرة على أفريقيا مقابل ألا تشترك ألمانيا في الحرب، لكن هتلر رفض. وكان هتلر يريد الزحف نحو إنجلترا وفرنسا ليتخلص منهم عن طريق اقتحام تشيكوسلوفاكيا، إلا أن بريطانيا تسرب لها خبر تعبئة الجنود الألمان فاستعدت الحرب، وبعثوا لهتلر تهديدا أنه في حالة هجوم ألمانيا على التشيك فإن فرنسا ستنهي التحالف بينها وبين التشيك، وستجد إنجلترا نفسها ملزمة بعرض المساعدة على فرنسا. فتراجع هتلر لفكرة الهجوم على تشيكوسلوفاكيا، حتى أن الشعب الألماني لم يكن راضيا عن فكرة الدخول في حرب، لأن ألمانيا ليست مستعدة عسكريا واقتصاديا. وقع هتلر معاهدة صداقة بريطانية ألمانية في مؤتمر ميونخ، إلا أنه في داخله غضب شديد لأنه اضطر التخلي عن الحرب التي كان سيشنها عام 1938 ميلاديا، وأصبحت بريطانيا هي العدو الأساسي له ويتوسع في الشرق. وأخذ يخطب الخطب ويعبر فيها عن استيائه لبريطانيا، ثم أطلق حملة داعية ضد بريطانيا وصفها بالنفاق، حيث أن بريطانيا تريد أن تحافظ على إمبراطوريتها وتسعى لمنع الألمان من تكوين إمبراطوريتهم. ثم بدأ الفكر يتحول في العالم ضد بريطانيا، وبدأ هتلر ينفذ الخطة زي لسحق البحرية الملكية البريطانية عام 1939 ميلاديا. وكان هتلر يكره المعاقين حتى لو أطفال، وأصدر قرار بقتل جميع الأطفال المعاقين الذين يولدون في ألمانيا، ثم قتل البالغين المعاقين من شدة كرهه لليهود. قال في أحد خطبه أنه لو نجحت القوى المالية اليهودية خارج أوروبا في دخول الأمم في حرب عالمية جديدة سيترتب على ذلك هلاك العراق اليهودي في أوروبا. وقال عنهم أنهم كانوا يسخرون منه في بداية كفاحه للسلطة، لكنه سيتمكن من حل مشكلتهم. قبل بداية الحرب العالمية الثانية فكر هتلر في ضم بولندا لتكون تأمين للجانب الشرقي لألمانيا، إلا أن بريطانيا وقفت في طريقه فألغى هتلر المعاهدة البحرية بين بريطانيا وألمانيا. ولكن فكرة الغزو كانت في فكر هتلر، فتم الغزو بولندا عام 1939 ميلاديا، فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. فكان هتلر في دهشة، وبعد سقوط بولندا بدأ هتلر يفرض سيطرته الألمانية على بولندا، وأسند هذه المهمة لقائدين وهم فورستر الذي اتبع سياسة بسيطة في جعل البولنديين يوقعون على نماذج تفيد أنهم من أصل ألماني، والقائد جرايسر الذي قام بطرد كل سكان بولندا. ثم خطط هتلر بعد ذلك بشن غارات قصف على بريطانيا، لكنه فشل في هزيمة القوات البريطانية. ثم غزا هتلر الاتحاد السوفيتي عام 1941 ميلاديا، وسمي هذا الغزو بعملية بربروسا التي كان هدفه منها السيطرة على العالم. وكان سبب غزو السوفيت هو أن يجبر بريطانيا على الاستسلام، حيث أن الاتحاد السوفيتي كان سيشترك في الحرب بجانب قوات الحلفاء. وأراد هتلر قطع هذا الأمل بريطانيا، وتم إسلاء عدوى روسيا البيضاء وأوكرانيا وحدث تدمير للقوات السوفيتية. ولكن بسبب اشتباك قارس في موسكو توقف هتلر عن الغزو وفشل في تحقيق النصر السريع الذي يريده، كما أنه أباد يهود روسيا جميعا وأنشأ محطة الهولوكوست لحرقهم وإبادتهم جميعا كما فعل مع اليهود أوروبا. ثم أعلن هتلر الحرب على أمريكا عام 1941 ميلاديا، وأصبح هتلر أمام بريطانيا أمريكا والسوفيت. وفي عام 1942 تم هزيمة الجيش الألماني في معركة العالمية الثانية، وأخذ الوضع العسكري والاقتصادي لألمانيا يتدهور، وحالة هتلر الصحية تدهور، وتعرض هتلر لمحاولة اغتيال لكنه نجا منها وأعدم أكثر من 4900 شخص. وبحلول 1944 ميلاديا أدرك هتلر أن ألمانيا قد خسرت الحرب، وكان يريد أن ينفذ خطة الأرض المحروقة، وهي تدمير كل ما ينفع العدو قبل الانسحاب، لكنها لم تنفذ واعتبرها هتلر خيانة. وعندما هاجم السوفيت برلين اضطر هتلر لفرار جبال بافار ليهاجمهم، لكنه لم يستطع، وتم حصار هتلر في برلين وأصدر الأوامر على كل من لم ينفذوا الأوامر بالقبض والقتل. ورغم كل هذا قام هتلر بإطلاق النار في فمه لينتحر، وتم حرق جثمانه. وبكده تكون حلقتنا النهارده انتهت، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبطل جديد وشخصية جديدة قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.